الصحة النفسية هي الدرع الواقي لجسم الإنسان. لو الصحة النفسية تمام، جسم الإنسان بيبقى تمام، وبالتالي يقدر يعمل أي حاجة. لو الصحة النفسية مش تمام، فجسم الإنسان بالتالي ما بيكونش تمام، وبالتالي ما بيقدرش يعمل أي حاجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ معكم محمد سعد وفيديو جديد. اهلا بيكم في الفيديو بتاع يوم السبت، فيديو تطوير الذات. وفيديو النهاردة هنتكلم عن الصحة النفسية. يلا بسرعة انزلوا اضغطوا لايك وسبسكرايب، ويلا بينا نبدأ الفيديو. ولو انت اول مرة تشوفني احب اقولك منور القناة. انا محمد سعد، بنزل 3 فيديوهات كل اسبوع. فيديو يوم السبت بنتكلم فيه عن تطوير الذات، وفيديو يوم التلات بنتكلم فيه عن ثانوية عامة بما اني لسه مخلصها وكده تمام. ويوم الخميس بننزل فيديو تعلم حاجة جديدة. فلو انت مهتم بالمحتوى دوت انزل اضغط لايك وسبسكرايب، ويلا بينا نبدأ الفيديو. على سبيل التشويق بس كده حاجة بسيطة جدا، وهي اخر دقيقة مهمة جدا 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 في الفيديو ده. وده والله مش كلام عشان اشوقك وخلاص وفي الاخر هتلاقي الفيديو عادي، لا بجد اخر دقيقة مهمة جدا. في البداية عايزكم تكونوا عارفين ان الصحة النفسية دوت حاجة مهمة جدا جدا جدا. ممكن تكون سبب في ان حياتك تكون 100 فل، وممكن تكون سبب في انهيارك انهيار انت مش متخيله. تمام، فعايزك كده تفوق معايا وتنتبه لي جامد، وتشرب كده كوباية قهوة جميلة وتركز معايا. انت دلوقتي لو تعبان مثلا، عندك اي تعب في جسمك اللي هو الجسد، تمام، هتروح للدكتور هيديلك علاج والموضوع خلص. تمام، حلو جدا، وان شاء الله هتبقى كويس. اما بقى الصحة النفسية الموضوع بتاعها مختلف شوية. انت ممكن تتعب وهتروح للدكتور وهيديلك علاج وممكن تبقى كويس وممكن لا. بس موضوع الصحة النفسية مختلف شوية عن موضوع الصحة الجسدية. حلو، طب دوت ينقلنا لحاجة تانية. هل الصحة النفسية أصلا شيء مادي ولا معنوي؟ الحقيقة هما الاتنين. طيب مادي ازاي؟ يعني الشيء المادي دوت الحاجة اللي أنا بقدر أمسكها. هقدر أمسك الصحة النفسية ازاي؟ هو الحقيقة إنك مش هتمسك الصحة النفسية، بس هتشوفها بناء على النتائج بتاعت الصحة النفسية. يعني انت لو الصحة النفسية بتاعتك كويسة هتتكلم بطريقة كويسة، هتبقى ردة فعلك نحو الأشياء كويسة، هتقدر تحقق إنجاز كويس. تمام، فهيبقى حاجات كتير كويسة، وهيبان برضو في ردة فعلك وفي طريقة كلامك وهكذا. لو صحتك النفسية مش أفضل حاجة، فدوت برضو بيبان من أسلوبك وردة فعلك وكلامك وهكذا. الكلام اللي احنا لسه قايلينه دوت بالنسبة للجانب المادي. الجانب المعنوي وهو كده كده أصلا جانب معنوي اللي هو احنا مش بنشوفه، صح؟ احنا دلوقتي لو جبنا 5 أشخاص ساكتين، هل هنقدر نشوف الصحة النفسية بتاعتهم؟ أكيد لا طبعا. بس الصحة النفسية بتظهر من خلال التعامل، ومن خلال الشخص وردة فعله وطريقة تفكيره واللايف ستايل بتاع حياته عامة بشكل عام. طيب حلو جدا، دوت ينقلنا لنقطة تانية مهمة جدا. هل الصحة النفسية بتأثر على الحياة اليومية؟ الإجابة طبعا وبكل تأكيد أيوة، وأيوة جدا كمان. طيب إزاي الموضوع دوت؟ زي ما قلنا في أول فيديو، أنت لو صحتك النفسية تمام فهتقدر تعمل أي حاجة أنت عاوز تعملها، فهتكون متزن عقليا على الأقل، فالموضوع معاك هيبقى كويس. أما لو أنت تعبان نفسيا، الصحة النفسية مش أفضل حاجة، فهتكون شخص ممكن مثلا تكون مش متزن فكريا لحد ما. هتكون مثلا مش عارف انت عايز تعمل ايه، ما بتعملش الحاجات اللي انت عاوز تعملها، دايما حاسس ان المجتمع ظلمك وانت مظلوم، بتكون في اغلب الاوقات حزين وهكذا. واظن الكلام ده بديهيات وكلنا عارفينه. بس الفكرة اللي انا عايز اضيفها في الموضوع دوت، وهي ان ممكن شخص يكون بيعمل كل اللي هو عايزه ويكون ملتزم فكريا ويكون كل الكلام اللي انا بقول دوت مظبوط عليه، بس هو برضو تعبان نفسيا. طيب او مش تعبان نفسيا، الصحة النفسية عنده مش افضل حاجة. طيب ازاي نعرف الموضوع دوت؟ انت كشخص دلوقتي عايز تعرف الصحة النفسية عندك يعني بنسبة كام مثلا،
او مظبوطه او لا، او ايه الدنيا؟ هقول لك وبكل بساطه جدا. لو انت بتكون قبل ما بتنام بتحس اللي هو انت عايز تنام فبتنام على طول، مش بتحس بارهاق شديد جدا قبل ما بتنام، تمام؟ ولما بتصحى وبتيجي مثلا تروح شغلك او تروح اي حاجه انت عاوز تعملها او دراستك الى اخره، بتكون على الاقل راضي ولو بنسبه بسيطه، بتكون حاسس بطمأنينة كده وراحة نفسية، تمام؟ ولما بتكون بيواجهك الموقف دوت صعب او الى حد ما محتاج مثلا عصبية او محتاج حاجة واو بقى انك تعملها وردة فعل جامدة جدا، بتاخد الموضوع بحكمة وبهدوء ومش بتأثر على الموقف وبتخليه يأثر عليك. طيب هل دوت بس المعيار الوحيد؟ لا، انت ممكن تتابع برضو لو انت حاسس كشخص، يعني كل شخص أدرى بنفسه. لو انت حاسس ان انت تعبان نفسيا او صحتك النفسية مش افضل حاجة، فانت ممكن تروح لدكتور عادي جدا. بس لا، انا ما اروحش لدكتور اصلا. انا ازاي اصلا اروح لدكتور نفساني؟ يعني هو انا مجنون؟ اكيد لا. يعني هو الموضوع الصراحة مش كده خالص، وللأسف ناس كتير بيقولوا لو رحت لدكتور نفساني فانت كده شخص مجنون بقى والمجتمع يبعد عنك، وكلام كتير كده اهطل اصلا وملوش اي صحة. المفروض انت حسيت باي حاجة تروح لدكتور، الدكتور دوت درس وتعب كتير جدا عشان في الاخر يفيدك. انت لو قلت له انا حاسس بكذا كذا هيقدر يفيدك من خلال اللي هو درسه، صح ولا غلط؟ انت هتبقى فل وهو هيبقى فل عشان اللي درسه اداهولك فانت طبقته فاستفدت، تمام؟ ده الموضوع بكل بساطة وكل شخص أدرى بنفسه. فعشان بس طولنا في النقطة ديت، بس معلش يعني كانت تستاهل. الصحة النفسية بتأثر ولا مش بتأثر؟ هي فعلا بتأثر جدا. طيب حلو جدا، يلا بينا نعرف ايه هي أهمية الصحة النفسية. أول حاجة بتحسسك بالسعادة والرضا العام. انت لو واجهك مثلا مواقف في حياتك او تحديات، لو انت شخص صحتك النفسية كويسة هتواجه المواقف ديت والضغوط ديت بطريقة افضل من انك تكون شخص صحتك النفسية مش افضل حاجة. حلو جدا. تاني حاجة وهي العلاقات الاجتماعية. العلاقات الاجتماعية لما بتكون صحتك النفسية كويسة ده بيخلي علاقاتك الاجتماعية ايجابية اكتر. تالت حاجة الاداء العام. لو صحتك النفسية في افضل حاجة فدوت بيساعدك انك تكون مركز اغلب الوقت وتحقق انجاز اذا كنت في شغلك او في دراستك، والانشطة اليومية عامة بتعملها افضل علشان صحتك النفسية كويسة. رابع حاجة لو الصحة النفسية تمام بتساعدك انك تقدر تتكيف مع مثلا التوتر اللي بيواجهك كل يوم، او مع القلق او المشاعر السلبية او اي حاجة عامة بس سلبية. وده طبعا طبيعي في الحياة مش كلها وردي ومش كلها جميلة، طبيعي جدا. بس لما يكون صحتك النفسية افضل ده بيساعدك انك تقدر تتكيف اكتر. طيب تفتكروا بقى الفيديو خلص لحد كده وخلاص خلصت؟ لا طبعا، اهم حاجة في فيديو النهاردة وهي ازاي نقوي صحتنا النفسية. اول حاجة اهتم بنفسك، خلي الصحة النفسية والصحة بتاعتك عامة تكون اولوية في حياتك. مش لما ابقى افضل مثلا ممكن ابقى اهتم شوية، ابقى مثلا العب رياضة شوية، ابقى انام بما يكفي. لا، الكلام دوت غلط تماما. خليها اولوية في حياتك. تخليها اولوية ازاي؟ انك تنام كويس، تاكل اكل صحي، تلعب مثلا رياضة كويسة، تلعب تمارين استرخاء اللي هو يوجا وهكذا. دي كلها حاجات هتكون بتهتم بنفسك وبالتالي هتهتم بصحتك النفسية. تاني حاجة نمي المهارات العاطفية. ويعني ايه الحوار دوت؟ الموضوع ملوش علاقة بالعاطفة قوي، بس الفكرة لما يجيلك مثلا مشاعر سلبية او شعور بالضغط او بالضيق او بالتوتر، حاول كده يعني تظبط دماغك وتعرف ان الموضوع دوت هيبدأ ازاي وهينهي ازاي. انا دلوقتي مثلا متضايق، طيب افصل شوية، تمام؟ العب مثلا شوية رياضة، العب شوية يوجا، اعمل اي حاجة اكسر بيها الحوار دوت وارجع تاني. دوت هيخليك صحتك النفسية افضل.
تالت حاجة وديت ليها علاقة بأول حاجة وأنا عمال أكد عليها علشان مهمة جدا، وهي العب تمارين استرخاء. الموضوع ده بجد مهم جدا، اللي هو انت بتفصل كده خالص عن الدنيا كلها، فدوت بيساعدك انك اصلا تسمع صوت افكارك. يعني انت عندك افكار جامدة جدا في شغلك وفي حياتك الاجتماعية وبص في كل حاجة، بس الفكرة ان انت مش بتدي لنفسك فرصة انك تسمع الحوار ده. من شغل بتخلص بتروح لاصحابك او بتعمل حاجات كتير ورا بعضها، ودوت طبعا غلط. لذلك مثلا تلاقي شخص يقولك ايه، انا قبل ما انام بلاقي اجمل الافكار بتجيلي. ما هو طبيعي جدا، خلاص الجسم مرتاح وانت خلاص بتهدى فل، فيعني يعتبر بتعمل نص تمرين استرخاء، فدوت بيخليك يجيلك افكار جميله. تخيل بقى لو انت خليت تمرين الاسترخاء دوت في يومك اساسي، انك تغمض عينك بس كده وتفضل تفكر، او ما تفكرش يا عم، هي الافكار هتجيلك لوحدها، بص على طبق من ذهب فل. فخليها في يومك، صدقني هتبقى حاجه حلوه جدا جدا، وعن تجربه والله الموضوع دوت يعني هيخليك اصلا صحتك النفسيه احسن، ويبص كل حاجه هتبقى جامده بجد. اعمله ومش تخسر اي حاجه، وصدقني النتائج هتبهرك. واخر حاجه معانا في فيديو النهارده، وهي لو صحتك النفسيه انت حاسس ان في مثلا مشكله مش عارف تعندلها لوحدك، تمام، فوالله العظيم مش عيب خالص انك تروح لدكتور نفساني تقول له في كذا كذا كذا، زي ما وضحت لكم هو درس طول حياته تمام الموضوع دوت الصحه النفسيه وازاي يتعامل معاك، وحاجات كتير جدا ليها علاقه بعلم النفس والنفس عامه، تمام، فهو هيفيدك عشان دي الحاجات اللي هو درسها، فهو هيكون مبسوط ان هو ادى رسالته اللي هو شغله، وانت هتكون مبسوط عشان هتبقى افضل، فاهم؟ فهو يقول لك اعمل كذا، انت هتجيب العلاج دوت او هتعمل اللي هو يقول لك عليه وهتبقى افضل، فكله هيبقى فل، فاهم الفكره؟ فما تتكسفش، او لو انت حاسس الموضوع مش عارف تحله، ده برضو مش عيب فيك خالص، تمام، خلينا متفقين، ده مش عيب فيك خالص، والدكتور هيظبط لك الموضوع والدنيا بسيطه. يعني ما تكبرش الموضوع او ما تزعلش نفسك. يا رب اكون قدرت افيدكم بالفيديو دوت، حقيقة انا تعبت فيه جدا اذا كان سكريبت او حاجات كتير كده، تمام، بس ان شاء الله يعني اكون قدرت اخلي عندكم وعي بالصحة النفسية اصلا، ويعني ايه صحة نفسية وبتأثر في حياتنا ولا لأ، وايه اهميتها، وازاي نقوي صحتنا النفسية. يا ريت لو استفدت من الفيديو ولا 1% انزل اضغط لايك وسبسكرايب واعملوا شير كتير جدا عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس. وقبل ما ننهي الفيديو عايز اقول لكم حاجه بسيطه، انا مبسوط جدا جدا للناس اللي هتسمع الكلام دوت، عشان بجد والله يعني الكلام دوت يعني يعتبر اهم دقيقه ممكن تسمعها في الفيديو ده كله، وهي لو الصحه النفسيه عندك مش افضل حاجه، تمام، وعايزها تبقى كويسه جدا، فانا اضمن لك بنسبه 90%، وانا متاكد جدا من الكلام دوت، قرب من ربنا مهما كانت ديانتك، مهما كنت ايه، تمام، قرب من ربنا هتحس براحه نفسيه كبيره جدا. ولو في مشكله او حاجه قول لربنا واتكلم معاه، وهو صدقني يعني بص يعني هتشوف انت هتنبهر اصلا بالحاجات اللي هتحصل لك في حياتك، هتنبهر بالراحه النفسيه اللي هتجيلك والراحه العقلانيه، وكل حاجه هتلاقيها بتتظبط في حياتك بطريقه انت مش متخيلها، ده بجد والله العظيم، فاهم؟ لو صحتك النفسيه مش افضل حاجه قرب من ربنا، وحتى لو صحتك النفسيه 100 فل و10 برضو قرب من ربنا، دوت هيساعدك في حاجات كتير جدا في حياتك. وبس كده، الى اللقاء في فيديو اخر، سلام.